بيبدأ الفيلم في صباح يوم عادي في قرية ساحلية في كوريا، والصيادين بياخدوا المراكب بتاعتهم للبحر عشان يصطادوا السمك. بعدها بيوصلوا للمحلات والمطاعم عشان يبيعوهم، وفي مرة من ضمن السمك اللي بيصطادوه بيمسكوا سمكة مكاريل صغيرة في الشبكة، والصياد بياخد السمك اللي اصطادوه للمطعم على الساحل وبينيلوه هناك لحوض سمك كبير مع باقي السمك. وبالليل بيتجمع الزباين هناك، وعيلة من العائلات كانوا بياكلوا سمك الفلاوندر، وبنلاحظ إن السمك بيتقطع قطع صغيرة وبيكون لسه عايش. وفي الوقت ده صاحب المطعم بيروح عند الأحواض وبيقرر ينقل سمكة المكاريل في حوض تاني عشان بيبقى فيه عدد أسماك أقل. الزباين الجداد بيوصلوا بعربيتهم للمطعم وبيقفوا قدام الحوض عشان يفكروا هيطلبوا إيه، وبيكونوا عايزين طبعا ياكلوا سمك طازة. وصاحب المطعم بيقول لهم إن السمك كله لسه جاي من المحيط. في الوقت ده سمكة المكاريل بتفضل تاخد حوض السمك رايح جاي، بتخبط نفسها فيه عشان بتبقى فاكرة إنها هتقدر تطلع بره جدران الحوض، والسمك اللي معاها في الحوض بيكون عامل نفسه ميت عشان محدش يطلبه على العشاء. وبعدها بيمشوا الزباين من قدام الحوض بتاعهم، وهنا في سمكة صغيرة اسمها سبوتي بتفرح وبتقول لهم خلاص الخطر انتهى، وبتبدأ الأسماك تهيص وتبدأ تعوم براحتها. بس فجأة صاحب المطعم بيمسك واحدة منهم بالشبكة بتاعته. سمكة المكاريل الجديدة بتحس إنها في فيلم رعب، وصاحب المطعم بياخد السمكة وبيقتلها بالسكينة في راسها وبيبدأ يطبخها، وكل ده والسمكة لسه عايشة. وبالليل المطعم بيقفل والزباين والموظفين بيروحوا بيوتهم، وبتفضل المكاريل تكمل اللي كانت بتعمله، وبتاخد الحوض رايح جاي تخبط راسها في الإزاز. وسبوتي بيشوفها وبيحاول يشرح لها اللي هي بتعمله، وبيقول لها مستحيل تكسر الحيطة الغير مرئية، لكن المكاريل مش بتكون عايزة تسمع حاجة وبتكمل في اللي هي بتعمله. وكل السمك بيبص لها وهم مستغربين. جوه الحوض بيكون فيه أنواع مختلفة من السمك، أولهم سبوتي ومستر سين نعسان، وسمكة النهاش اسمها ميسيس نبر، وسمكة بمنقار اسمها برين، وتعبان البحر اسمه جولدن. كلهم بيعاملوا سبوتي انه طفل غبي وبيعاملوه بطريقة وحشية وبيعضوا ديله، بس دلوقتي بيتقلبوا كلهم على المكاريل. جولدن بيقول لهم يقفوا صف واحد بسرعة، والسمك بيسمع كلامه وبيتعدل وبيقفوا جنب بعض على طول. من تحت الشبكة الموجودة في قاع الحوض بتطلع سمكة الفلاوندر المفلطح، وبيكون واضح انه عجوز، وباقي السمك بيخافوا منه وبيعاملوه باحترام. مش بس كده، ده كمان مسمينه الزعيم. جولدن بيبلغ الزعيم ان المكاريل لسه واصل النهارده الصبح، بس ما كانش يعرف الأوامر الجديدة. فالزعيم بيعوم وبيضرب المكاريل جامد، وقبل ما المكاريل يغمى عليها بتسمع الزعيم لما بيقول اعمل نفسك ميت لما الناس تبصلك. المكاريل بعدها بتشوف حلم جميل إنها بتعوم تاني بحرية في المحيط وبتستمتع بحياتها هناك. بتتمنى إن يكون دخولها حوض المية ده هو الكابوس وهتنساه الصبح. بتشوف البشر بالنسبة لها نفوس مرعبة، بيسجنوا السمك في أقفاص وبعدها بيقتلوه بكل وحشية. والمكاريل ما بتكونش قادرة تصدق إن أصحابها ممكن يتقتلوا بالوحشية دي، وبيكون عندها أمل إنها تفوق من الكابوس ده وتلاقي نفسها مع عائلتها في المحيط تاني. الصبح المكاريل بتفوق وبتواجه الواقع المرعب ده مرة تانية، وبعدها عامل في المطعم بيرمي سمكة شبه ميتة في نص الحوض. باقي الأسماك بيبصوا للسمكة الجديدة بشهية وبيستعدوا عشان ياكلوا وجبة لذيذة، والسمكة بتفضل تترجاهم ما ياكلوهاش، لكن جولدن بيزق السمكة للشبكة اللي مستخبي تحتها الزعيم، والزعيم بيسحب السمكة بسرعة للبيت بتاعه. بعد لحظات قليلة بيحدفها تاني، بس بتكون السمكة عيونها متشالة وبتنزل دم. كل السمك ما عدا المكاريل بينقضوا على السمكة الميتة وبيبدأوا ينهشوا فيها بكل شراهة. المكاريل المصدومة مش بتلمس السمكة نهائي، وبتكون واقفة تفكر في نفسها هي لو حصل فيها كده. دلوقتي السمكة اترمت من الحوض من فوق، وده معناه ان الحوض مفتوح وتقدر انها تنط منه. المكاريل بتنط فعلا وبتفضل تتخبط على الارض وبتحاول توصل للمية وهي بتتنطط. وهنا السمك بينسوا تماما الوجبة الدسمة بتاعتهم وبيبصوا باستغراب للمكاريل اللي للأسف البحر بيكون بعيد جدا عنها، والمكاريل بيغمى عليها في نص الطريق عشان مفيش مية. في اللحظة دي بيخرج عامل من المطعم وبياخد باله من المكاريل وبيرجعها تاني في الحوض، وباقي السمك بيقربوا من المكاريل اللي بتكون فاقدة للوعي وبيفكروا ايه السبب اللي ممكن يخليها تعمل كده. كل ليلة الزعيم بيجمع الأسماك وبيقول لغز لباقي السمك عن الحياة في المحيط، والزعيم على طول بيكذب عليهم وبيقول لهم انه من المحيط، وهو اصلا اتربى في مزرعة سمك زيه زي باقي الأسماك التانيين اللي مش بيعرفوا الحقيقة، طبعا باستثناء المكاريل الصغيرة، واللي هيحل اللغز هيعض حتة من ديل الخسران. والأسماك بتحب اللعبة دي جدا. المهم النهاردة الزعيم بيسألهم كم عدد أطراف نجم البحر. طبعا المكاريل بتكون شافت نجم البحر كتير في المحيط قبل كده وبتجاوب بكل ثقة وبتقول إن عنده 5 أطراف. أما برين بيقول إن نجم البحر عنده 50 طرف، وسبوتي بيخمن وبيقول 51. الزعيم بيقول إن الإجابة الصحيحة هي 50، وبتستغرب المكاريل وبتكون مش راضية أبدا على كلامهم، وبتسألهم لو حد فيهم أصلا شاف نجم البحر قبل كده في حياته، وهنا كلهم بيدعوا إنهم كلهم شافوه.
بس الزعيم بيعلن ان المكاريل هي الخسرانة، وساعتها كل الاسماك بتنقض عليها مرة واحدة وبيكتفوها في الارض وبرين بيعضها من ديلها. تاني يوم برين بيكون مش عايز يسيب المكاريل وبيروح وراها عشان يهاجمها، لكن سبوتي بيروح عشان يدافع عنها. بعدها بتتكون صداقة بين المكاريل وسبوتي، وبيروح لها سبوتي عشان يسألها ليه نطت من حوض السمك امبارح. بتشرح له انها كانت عايزة ترجع المحيط. سبوتي مش بيصدق ان المكاريل كانت عايشة في البحر بجد، والمكاريل بتعلم سبوتي ازاي يميز بين صوت البحر والاصوات التانية. وهنا الزعيم بيسمع كلامهم وبيفتكر ايام ما كان عايش في الحوض ده مع حبيبته، كانت هي كمان جاية من المحيط وعلمت الزعيم برضه ازاي يسمع اصوات البحر. وكمان حبيبته هي اللي علمته ازاي يعمل نفسه ميت عشان الناس ما يرضوش يختاروه على العشاء. في يوم من الايام الطباخ مسكها وهي بتعوم وقتلها، ولحد دلوقتي دي افظع ذكرى للزعيم في حياته. المكاريل بتقول لسبوتي انها تقدر تتكلم لغات بحرية كتيرة، وبتعرف تتواصل كمان مع الكابوريا الملكة، وبتفضل تحكي لها عن الايام اللي عاشتها والاماكن اللي كانت بتروحها في المحيط. سبوتي بتتحمس جدا للتجربة دي، لكن الزعيم بيتدخل عشان يقنعه انه مستحيل يعيش في المحيط لان الحيوانات المفترسة هناك هتاكله. وبتبدأ سلطة الزعيم تنزل من باقي عيون السمك. وبالليل الزعيم العجوز بيخرج من مخبأه وبيهاجم المكاريل بكل غضب، والزعيم نسى وقال وسط الخناقة انه كبر واتربى في مزرعة سمك. بعد الخناقة كان بينزف الزعيم ونزل بسرعة يستخبى في المخبأ تاني، وعشان الاسماك متعودة على لغز في كل ليلة دلوقتي بتطلب لغز من المكاريل باعتبارها هي الوحيدة اللي عاشت في المحيط. والمكاريل بتسأل سؤال ازاي يخرجوا كلهم من حوض السمك. سبوتي بيتشجع وبيجاوب الاول وبيقول انه سمع ان كل سمكة عندها روح، والروح دي حرة بطبيعتها، وبيخمن انهم لو بقوا ارواح هيعرفوا يخرجوا بره الحوض. وبرين بيضحك وبيقول له انهم عشان يعملوا كده لازم يموتوا الاول، وبيقول انهم لازم يكسروا الجدار الغير مرئي. لكن باقي الاسماك بيقولوا انهم هيموتوا لو فضلوا طول الليل يخبطوا راسهم في الازاز. ميسيس نبر بتقول انهم لازم يستنوا الدنيا تشتي جامد، وبكده مستوى البحر هيزيد وهيعرفوا يهربوا براحتهم. اما بقى مستر سي بيقترح انهم يطلبوا من الكابوريا يكسروا الازاز بدراعاتهم، وبيقول لهم ان الكابوريا عايشه بالظبط تحت حوض السمك بتاعهم. وهنا المكاريل بتتحمس وبتوعدهم انها تنط جوه حوض الكابوريا بكره وتطلب منهم كل حاجه. مفيش حد من السمك بيشجع الفكره غير سبوتي. المكاريل بتسال السمك ليه مش مؤمنين باي حاجه، مش بيحاولوا يخرجوا وقاعدين هنا تحت حكم الفلاوندر العجوز. وبيقول لهم لازم يفكروا بدماغهم وما يسمعوش كلام حد تاني. بس السمك بيهاجم المكاريل بعنف لانهم مش مستعدين يغيروا تفكيرهم ابدا. برين بينقض على المكاريل وبيحاول يموته، وهنا الفلاوندر العجوز بيخرج من المخبأ تاني وبيقول لهم ان الاسماك اللي موجوده في الحوض بالفعل ميته، وان اللي بيموت مش ممكن يقوم تاني ويحلم بالحريه. كلهم بيكونوا يائسين وبيوافقوا على كلامه ما عدا المكاريل المرهق اللي بيصمم انهم يخرجوا بره الحوض. تاني يوم عمال المطعم بينقلوا السمك في مكان تاني عشان يغسلوا الحوض بتاعهم، والمكاريل بيسالهم ليه الفلاوندر العجوز ما خرجش من البيت بتاعه، وسبوتي بيوضح له ان الناس اصلا نسوا وجوده لانه على طول مستخبي في المخبأ بتاعه. فجاه المكاريل بيفكر ان ده الوقت المناسب للهروب لانهم بيكونوا اقرب للمحيط. بتنط بسرعه من الطبق اللي هم فيه وبتروح ناحيه المحيط، وسبوتي كمان بتروح وراها. وهنا بتوصل عربيه للمطعم والزباين بينزلوا منها. الزبونه بتدوس على ديل سبوتي غصب عنها، وساعتها صاحب المطعم بيلاحظ ان في 2 من السمك بيحاولوا يهربوا. في الوقت ده المكاريل بتكون خلاص قدرت توصل للرصيف، لكن سبوتي بيكون اتحاصر ومش عارف يتحرك. فبتقرر المكاريل انها تفضل مع صاحبها وبيرجعوا للحوض تاني. بالليل بيجي لهم ولد من ابناء الزباين بياخد باله من شبكه صيد السمك، بس مامته بتنادي عليه عشان ياكله. وبيجي واحد من عمال المطعم وبيحط سمكه نص ميته في الحوض. الزعيم كالعاده بياخد السمكه اللي بتموت وبيخلص عليها فورا، وبعدها بيرميها لهم عشان ينهشوا في لحمها على طول. المكاريل بتفضل بعيد وما بتقدرش تبص لها. بعدها بتبص بغضب للزعيم وبتنط من الحوض وبتروح لحوض الكابوريا زي ما وعدتهم، وبتبدا انها تتفاوض مع الكابوريا عشان تكسر ازاز الحوض. لكن الكابوريا ما بتردش عليها وتبدا انها تهاجم المكاريل. في الوقت ده الولد الفضولي بيروح لاحواض السمك تاني وبيصطاد المكاريل وبياخدها يحطها في حوض تاني مع سمك الكلاون. بعدها بشويه المكاريل المصابه بتبدا تفوق وبتبدا تاكل اسماك الكلاون اللي في الحوض. كل الاسماك بيكونوا افتكروا ان المكاريل فعلا ماتت. وهنا سبوتي بيقرر انه هيروح يتفاوض مع الكابوريا بنفسه، بس الزعيم بيضرب سبوتي وبيقول له ينسى كل اللي المكاريل قالته. لكن سبوتي مش بيسمع لحد وبيقوم ناطط من الحوض ونازل لحوض الكابوريا. في الوقت ده المكاريل بتحاول انها توصل لاخر سمكه من الكلاون، وهنا السيف بينزل من تمثال الفارس الصغير اللي بيكون محطوط زينه في الحوض وبيتغرس في جسم المكاريل. اما سبوتي اللي كان بيحاول يتكلم مع الكابوريا بيلاقيها بتكون عدوانيه جدا، وبتدخل المكاريل في غيبوبه وبتتخيل انها بتتكلم مع سبوتي. سبوتي بيسال لو يقدر يعيش في البحر حتى لو مراش قبل كده هناك، والمكاريل بتقول له ان السمك كله اصلا جاي من البحر لكنهم نسوا اصلهم، وبتحلم انها هيقدروا يهربوا ويعيشوا في البحر. اما في الواقع سبوتي كان بينزف جامد وبيرجع للحوض بتاعه. جولدون بيبتسم وبيفكر ان من حقهم دلوقتي ياكلوا سبوتي، بس الزعيم بيكون مش مستعد لكده. بياخد جثه سبوتي وبيبدا يدافع عنه. جولدون بيطلب من الزعيم يديله جثه سبوتي، لكن
لكن الفلاوندر العجوز بيعند. العمال بيلاحظوا أخيرا إن المكاريل مش في الحوض بتاعها وبياخدوها عشان يرجعوها تاني هناك، وبتشوف سبوتي وهو مصاب وما بيتحركش وبتفتكر إن الزعيم هو اللي قتله، وهنا بتهاجم الزعيم وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض. في الوقت ده بيجي لهم عامل من المطعم بيكون خد اوردر حالا يطبخ الفلاوندر، عشان كده بيمسك الزعيم وبيحط الفلاوندر العجوز على لوحة تقطيع. الزعيم بيشوف الأسماك التانية وهي بتتذبح، وبيشوف كمان ازاي بيفرموا السمك والناس اللي بيكونوا مستمتعين جدا وهم بياكلوهم. وفجأة شاف كمان جثة سبوتي وهي بتترمى في الحوض. الزعيم بيفتكر اللحظة اللي أول مرة تعدي فيها ديل سبوتي في الحوض. سبوتي كان بيعيط والزعيم كان بيحاول يرفه عنه، وبيفتكر لما سبوتي بيسأله هو ليه يائس جدا من فكرة انه يعيش، والزعيم ما كانش عنده أي إجابة ساعتها. الزعيم ما بياخدش باله إلا في اللحظة اللي الطباخ بيرفع السكينة فوق راسه، وفجأة الزباين قرروا إنهم يغيروا الأوردر بتاعهم ودلوقتي عايزين يدوقوا المكاريل. الشيف على طول بيسيب الفلاوندر العجوز وبيرجعه تاني للحوض. السمك بيتفاجئ وما بيصدقش نفسه، والزعيم بيقوم ناحية المكاريل، والمكاريل بتعتذر له إنها فهمته غلط، وبتفهم دلوقتي إن الزعيم بيكون مهتم بأصحابه. المكاريل والفلاوندر بيحس إن أرواحهم اتحدت. بعدها الشيف بيصطاد المكاريل، وفي النهاية الفلاوندر بيتعهد إنه هيفضل يفتكر صديقه للأبد. الشيف بيقطع المكاريل وبيقدمها للزباين، وهنا الزبون بيستهزأ بالسمكة اللي بتكون لسه عايشة وبيحط سجارة في بقها. في الوقت ده الزعيم مش بيشوف قدامه غير صاحبه اللي بيموت، وبيكون خلاص مش عايز يلعب دور الميت تاني. وتاني يوم الصبح عامل من المطعم بيشيل الغطا من على حوض السمك. الفلاوندر العجوز بيخرج بسرعة من مخبأه وبينط من الحوض على طول. بينزل على الأرض وبيفضل يتنطط عشان يروح على المحيط. في نص الطريق الزعيم بيحس إن طاقته خلصت وإنه مش قادر خلاص يتحرك أكتر من كده، وهنا بيسمع صوت المكاريل اللي بيشجعه. الصوت بيقول له تقدم أكتر، خلاص يا بطل مش باقي كتير على الطريق. الفلاوندر العجوز بيوصل للرصيف، لكن للأسف عامل المطعم بيلحقه وبيحط رجله على ديل الزعيم وبيخبطه كذا خبطة على راسه. بعدها بيشيله من على الأرض عشان يوديه للحوض تاني، بس فجأة الزعيم بيخرج السيف اللي كان في جسم المكاريل الليلة اللي فاتت وبيضرب السيف في وش العامل اللي بيرمي الزعيم من شدة الألم. وبكده الزعيم بيوصل للبحر أخيرا، وأصحابه بيكونوا واقفين مندهشين ومش مصدقين اللي حصل. وبتستمر الحياة في المطعم وفي أحواض السمك، بس حاليا الزعيم بقى حر وبيعوم براحته في المية.